السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومبسوطين. احنا النهارده هنعمل حاجة بسيطة جدا وطعمها ان شاء الله هيطلع حلو. احنا النهارده هنعمل قراقيش بطعم اليانسون والشمر والكمون. هقول لكم اويلها ايه. معانا باكو خميرة فورية، ومعايا معلقة شاي بودر، ومعايا معلقتين كبار من السمسم، معايا معلقتين كمون. هو الكمون بيبقى اكتر من الشمر واليانسون. معايا معلقة يانسون ومعلقة شمر، كوباية لبن دافية. تمام. ومعايا كيلو دقيق انا نخلاه. انا لازم تنخلي الدقيق عشان الحاجة تطلع معاكي خفيفة ومظبوطة معاكي في الحاجة. ومعايا انا عاملة ده نص كوباية سمنة، ربع كوباية سمنة، انا اسفة معلش، ربع كوباية سمنة وربعها بقيتها هتكملي الكوباية بزيت. وانا مسخناهم كويس قوي على النار. تمام. وزي ما شفت انا قلت معايا ربع كوباية سمنة وربع كوباية زيت، ومسخناهم جامد لحد ما جالوا على النار، وسايباهم يهدوا حاجات بسيطة. وتاني خطوة هنعملها مع بعض، هنجيب مقلاية، بنزل باليانسون، بالكمون الاول. تمام. بعد كده باليانسون والشمر، وبحمصهم على النار. انا كده يا حبايبي بحمص الشمر واليانسون مع بعض على النار. وبعد ما بحمصهم وتحس ان ريحتهم طلعت، بتطفي النار وبتطحنيهم في المطحنه اللي هي بتاعت التوابل بتاعت الفلفل وكده. دي تاني خطوه معانا. طبعا كده يا حبايبي بعد احنا محمصناه على النار مع بعض، ريحته طالعه حلوه قوي. اول ما تشمي ريحته تحسي كده ان هو اتحمص، خلاص تبقى تشيليه من على النار وتطحنيه في المطحنه اللي هي بتاعت التوابل اللي موجوده عندك في البيت. طبعا يا حبايبي بعد احنا ما طحناه مع بعض، انتي ما تنعمهوش قوي، لازم يبقى فيه سنه خشونه شويه عشان ما ينفعش يبقى ناعم جامد. فهننزل بكل الحاجات دي مع بعض خطوه بخطوه مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، وان شاء الله هيطلع معاكي احلى رقيش ان شاء الله في الفيديو ده. طبعا بننزل مع بعض يا حبايبي بالحاجات اللي احنا طحناها مع بعض، اللي هو الكمون والشمر واليانسون زي ما حضراتكم شايفين كده. بننزل مع بعض بالحاجه كلها. معايا مع نص معلقه ملح. تمام. معايا معلقه شاي صغيره سكر. معايا معلقه شاي بودر. معايا باكو خميره فوريه. معايا معلقتين كبار من السمسم. كل الحاجات دي نقلبها في قلب الدقيق كده، كل الحاجات الجافه دي نقلبها زي ما حضراتكم شايفين كده، نشرب الدقيق كلها منها. تمام. بعد كده بقى السمنه اللي احنا عملناها مع بعض سخناها جامد على النار، بننزل بيها على الدقيق كده يا حبايبي. الخطوه اللي جايه بقى زي ما قلتلك في اول الفيديو، عملت ربع كوبايه سمنه حبايبي. طبعا يا حبايبي الخطوه اللي جايه زي ما قلتلك في اول الفيديو، كنت عامله ربع كوبايه سمنه، ربع كوبايه زيت. تمام. وسخناهم كويس قوي على النار، وننزل بيهم بقى على الدقيق كده بالحاجات الجافه اللي احنا حاطينها. تمام. ونشرب الدقيق منها كويس قوي، بس قلبي بمعلقه عشان الزيت والسمنه سخنين. نشرب قوي الدقيق كده منها زي ما حضراتكم شايفين، عشان هو بس في الاول سخن. زي ما حضراتكم يا حبايبي شايفين، زي ما انا شربت الدهان اللي احنا حطيناه مع بعض كده كويس قوي من الدقيق من تحت لفوق. لازم الدهان يشرب كويس قوي منها. بتعمل زي عمليه بتبسسي الحاجه كده. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده، لازم من تحت كده بيبقى شايفين في دقيق ازاي من تحت. لازم الحاجات كلها تبقى شاربه من بعض قبل ما ننزل باللبن عليها. تمام. وكوبايه اللبن بتبقى دافيه ليه دافيه؟ عشان خاطر الخميره تتفاعل معانا. هننزل بقى بكوبايه اللبن بس مش كلها مره واحده، حبه بحبه زي ما حضراتكم شايفين كده. ونسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عشان الحاجه تطلع معانا كويسه باذن الله. طبعا يا حبايبي انا نزلت بكوبايه اللبن كلها،
وعجنت كويس قوي كده من بالعجينه زي ما حضراتكم شايفين. بس انا لسه شايفاها ان هي عايزه كوبايه لبن. هي ممكن تاخد معاكي اكتر من كوبايه لبن على حسب نوع الدقيق. لو الدقيق من النوعيه اللي هو بيشرب يبقى انت هتاخد زي اللي ما تترش منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي ريحتها جميله قوي، ريحتها طالعه حلوه، ريحه الكمون مع الشمر مع الحاجات اللي احنا حاطينها طالعه كويسه قوي. زي ما حضراتكم شايفين اهم حاجه في انواع الخبز العجن كويس قوي. ده من سر النجاح اي انواع خبز معانا. بتعجني كويس قوي كده زي ما حضراتكم شايفين. بنفضل نعجن شمال ويمين. هي لسه عايزه تاني بق لبن لان العجينه معايا لسه ناشفه. هي كده بدأت تبقى طريه اهي. هنبداوا نلمها مع بعض. طبعا كده يا حبايبي بعد انتم حضراتكم شايفين انا لميت العجينه معاكم. هي بالظبط اخدت مني انا اكتر من كوبايه لبن لان العجين ده من النوعيه اللي هو بيشرب الحاجات السايله. تمام، احنا لميناها كده مع بعض وهنسيبها تخمر ونرجع نكمل مع بعض التقطيع. نشوف نقطعه ازاي القرايش اللي معانا. متنسيش تدعميني بلايك واشتراكك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا كده يا حبايبي بعد العجينه ما استريحت معانا وخمرت، هي بالظبط اخدت معايا اخدت بالظبط ساعه معايا بالظبط في الخمر. انتي كل ما بتسيبها تخمر كل ما بتبقى سهله معاكي في الفرد، كل ما يبقى قلبها خفيف. تمام. طبعا احنا هنطلع مع بعض زي ما عارفين لازم نطلع العجينه كده بشويش عشان الخمر اللي هي خمرته ما يتكسرش. بنفس الطريقه كده طالعه جميله معايا. شايفينها ازاي سهل ناعمه وخفيفه ازاي. تمام. طبعا بقى يا حبايبي الخطوه اللي جايه اللي احنا هنعملها مع بعض الاشكال دي بقى لعبتك زي ما انت عايزاها زي البقسماط تطوليها، عايزاها منكوره كده كور صغير، عايزاها كحكه كده. انا هعمل لكم كذا شكل والشكل اللي يريحك ويعجب اولادك اعمليه. انا مكوراها كده زي ما حضراتكم شايفين كور صغيره. تمام. وهنعملها مع بعض كده طويله. شايفين العجينه سهله ازاي وبتتفرد بكل سهوله وطريه معايا تحت ايدي ازاي. لازم ترفعيها عشان هي لسه لما بتطيب في الفرن بتعلى شويه. زي ما حضراتكم شايفينها كده. انا عاملاها زي البقسماط، عايزاها اقصر من كده ما فيش مشكله. ده على حسب رغبتك وعلى حسب ما انتي بتحبي الحاجه وبنكون جايبه معايا صينيه دهنها نص دهنه زيت وبفردها كويس قوي في الصينيه. تمام. ونعمل لكم الشكل التاني. انا بعمل لكم اشكال زي ما تحبي. ونكور كده العجينه زي بعض زي ما حضراتكم شايفين كده تاني. يا رب تعملي زي اللي انا بعمله بالظبط ويطلع حلو معاكم ويعجبكم. سهله جدا في الفرد. انا هقطع من دي حته عشان انا هعملها زي الكحك عشان تبقى كحكه صغيره كده وحلو. شايفينها كده انا فردتها وبنعملها كده مع بعض. بس ده شكل تاني. تمام. الاشكال دي زي ما انت عايزه بالظبط. هعمل لكم شكل تاني مع بعض ونقطعها كده مع بعض. دي بقى بتبقى سهله في عشاء مالكيش نفس العشاء مع كوبايه شاي مع كوبايه شاي بلبن زي ما تحبي يبقى طعمها حلو قوي ان شاء الله. هتعجبكم قوي. هعمل لكم شكل تاني. طبعا يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده دي اول صينيه احنا عاملينها مع بعض بعد ما العجينه ما خمرت وبرمناها مع بعض. بصوا انا مرفعاها خالص ليه تعلى مع ان هي فيها خميره وفيها بودر فمتنفعيش تقطعها تخين او تبرميها تخين، فاحنا مقطعينها رفيعين عشان تطلع حلوه وهي بعد الطياب. طبعا كده يا حبايبي انا بدخلها الفرن حاطه الشبكه في النص علشان قعرها ما يتحرقش معانا اقل من 10 دقايق وهنطلعها تاني. بتكوني مولعه الفرن قبلها بشويه والشوايه موطيه عليه عشان تحمر تحت وفوق مع بعض ما تنشفش زياده عن اللزوم. متنسيش تدعميني باللايك وبالشير.
طبعا يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده حاجه بسم الله ما شاء الله، ما كملوش معانا 10 دقايق. شايفين طالعين شكلهم حلو ازاي، والثقم بتاعهم ولا تخين ولا رفيع، حلو ماسك نفسه. انا كده شايفاهم، انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. طبعا كده يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين ده الكيلو اللي احنا عملناه مع بعض. يا رب يكون عجب حضراتكم، وهستنى تقولوا رأيكم ايه. ويا رب يعجبكم الفيديو بتاع النهارده، ما تنسونوش في اللايك وبالشير، وبألف هنا.